السلام عليكم. الخبر المتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، مش قادرة أكمل معاه. اعترافات سيدة تهشم رأس زوجها السوداني بعين شمس. الست اللي أنهت على حياة جوزها بآلة حديدية. الإشارة اللي وصلت لمدير أمن القاهرة من غرفة عمليات النجدة. مدير إدارة البحث كون فريق بحث وبدأوا إن هم يعرفوا الموضوع اللي حصل في عين شمس. اللي لقوا السوداني أو أخونا السوداني المتواجد بجميع ملابسه، مفيش حاجة متغيرة فيه، ولكن مصاب إصابات كبيرة جدا من قبل أحد الأشخاص في راسه بآلة حديدية. حاولت الست إن هي تختلق قصة معينة، ولكن رئيس المباحث قدر إن هو يوقعها في الفخ، وقدر إن هو تعترف له قدامه بكل حاجة. اللي قالت له كلمة معينة: أنا مش قادرة أكمل معاه. الموضوع بسيط وسهل جدا، ممكن تنفصلي أو ممكن تطلبي الطلاق، ولو ما توافقش ممكن بعدها نتكلم في الحوار ده. ولكن علشان كل زوجة مش قادرة تكمل مع جوزها وتقتله بالمنظر ده، هنا الوقفة. ممكن تكون عندها علاقة غير شرعية، علاقة محرمة. ممكن تكون فعلا مش قادرة ان هي تعيش معاه، تطلب الانفصال. ممكن السيناريوهات مليون سيناريو ممكن نحطه قدام حضراتكم. ولكن في المجمل او في الملخص، هل في حاجة تستدعي ان زوجة ممكن تهشم راس جوزها بالمنظر ده اول ما ينام بآلة حديدية معينة؟ يعني كمان مبيتة النية في حاجة زي كده ولا لا؟ الزوجة اللي مش قادرة تعيش مع جوزها واللي مش قادرة تستقر معاه في حياة زوجية، المفروض منها انها تطلب الانفصال او تطلب الطلاق او حتى تعمل خلع. ولكن ان هي تخطط له الجريمة معينة، هنا الكارثة وهنا المصيبة. المواضيع دي كترت على فكرة في الفترات الأخيرة. الزوجة اللي مش قادرة تعيش مع جوزها وفي نفس الوقت عايزة برضه تاخد الإرث بتاعه، أو تاخد حتى البيت اللي هم عايشين فيه حتى لو كان إيجار. الموضوع كتر قوي في الفترة الأخيرة. كل واحدة مش قادرة تعيش مع جوزها ومش قادرة تكمل معاه تعمل الموضوع ده على طول، وتحاول تختلق قصة معينة علشان تهرب منها، من حبل الإعدام أو من المشنقة. ولكن ربنا سبحانه وتعالى عادل، والدم تحديدا ما فيهوش هزار، والحقيقة فيه بتظهر أول بأول. الست اعترفت قدام رئيس المباحث بالموضوع ده كله، 4 أيام على ذمة التحقيق بعد الاعتراف، ولسه الموضوع متداول قدام المحكمة المصرية. رأيكم في الست دي ايه تحديدا؟ ورأيكم في لما واحدة تقول أنا مش قادرة أكمل معاه، هل دي هي الطريقة المثلى ولا في طرق تاني؟ ورأيكم في انتشار الظاهرة دي في الفترات الأخيرة، رأيكم يهمنا. السلام عليكم.